وبهذه الحفاوة وبهذا الاستقبال. وأنا حقيقة أود أن أحييكم وأن أحيي أصدقاء فلسطين في المغرب على كل ما يقومون به من أجل فلسطين، من أجل هذه القضية التي يراد تصفيتها، ولكن لن يتمكن أحد من تصفية هذه القضية ما دام هنالك شعب فلسطيني مناضل، وما دامت هنالك أمة عربية تنبض بالانتماء لهذه الأرض وبالانتماء للعروبة. حقيقة يعني أنا أود أن أحيي المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا. ونحن عندما نأتي إلى المغرب نشعر أننا مع إخوتنا، مع أعزائنا، مع أصدقائنا الذين نحبهم ويحبوننا، والذين يدافعون عن فلسطين كما ندافع نحن عن فلسطين. فكل التحية لكم. أتمنى أن تكون هذه الزيارة ناجحة وأن تؤدي الرسالة التي يجب أن تصل، وإن شاء الله نحن معكم من أجل أن يعني نتمكن من القيام بهذه النشاطات وبهذه الفعاليات بالصورة اللائقة المناسبة وعدالة قضية الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي باسمه أحييكم، أحيي أهلنا في المغرب العربي باسم شعبنا الفلسطيني وباسم القدس بشكل خاص التي منها أتيت، وباسمها حقيقة أشكركم على إنسانيتكم، على مواقفكم، على دفاعكم الدائم عن قضية الشعب الفلسطيني. وأنا أتابع حقيقة مواقفكم ونشاطاتكم ومؤتمراتكم وما تقومون به من أجل فلسطين. أنا أشكركم أيضا على تواجدكم في المطار في هذه الساعة المتأخرة التي لربما هي غير مناسبة، ولكن أنا أعتذر على ذلك لأنني لم يعني حقيقة لم أجد يعني طيران أنسب أو أفضل من هذا. على كل حال شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. أنا بس نقول لك أبونا المغرب كله فخور بهذه الزيارة، والمغرب كله يستقبل بالأحضان، ومعك الإخوة المرافقين، يعتبر أنه يستقبل القدس ويستقبل حارة المغاربة في القدس، سنتحدث عن المغاربة، ويستقبل المآذن والصوامع في القدس، ويستقبل عمق التآلف الديني الحقيقي والحوار الديني الحقيقي وليس مزيف. نحن على ثقة بأنه ما دام في فلسطين وفي القدس أشخاص أبينا عبد الله حنا، فلا يمكن أن تضيع القدس ولا أن تضيع فلسطين، لأن أنتم أقدر على حفظ الأمانة بعون الله، وأقدر على الصمود، وقد أثبتتم ذلك. ونطرق كمنشي رحمه الله كان نموذج لهذا الصمود ولهذا الإباء ولهذا الرأس العالي رغم كل تكالب عليه. ولذلك نحن نستمد الأمل منكم يا شكرا، والله نستمد الأمل منكم. يعني نحن نكمل بعضنا البعض. ولو جيت سنها كانت حتكون مظاهرة باستقبالك مش بس أنا بمني اللي جينا في الليل. صحيح كم من الناس اتصلوا وقالوا لا احنا جايين طالعين على المطار، قلنا لهم لا واحدة صباحا ما فيكم تطلعوا، احنا حنمثلكم. تسلموا الله يخليكم يا رب. حنمثلكم. فزيارتك بالنسبة إلينا مش أمر بسيط، هو حدث تاريخي. بالنسبة لي أيضا هي حدث يعني تاريخي ومهم أن أزور المغرب وأن أزوركم وأن أشارك معكم في
في هذه اللقاءات وفي هذه المؤتمرات، وإن شاء الله خلال هذه الأيام التي سأتواجد فيها في المغرب أن نكون معا وأن نعمل معا من أجل أن تصل الرسالة التي يجب أن تصل عن فلسطين وعن أمتنا العربية، لأن نزيف الأمة العربية هو نزيف فلسطين حقيقة. يؤلمنا ويقلقنا ما يحدث في محيطنا العربي، في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في أكثر من موقع، لأننا نعتقد بأن هذه الدماء هي عزيزة على قلوبنا، ونعتقد بأن هذا النزيف العربي هو نزيفنا، هذه دماؤنا. نحن نعتقد أن وحدة العرب والتضامن العربي إنما هي قوة للشعب الفلسطيني وقوة لفلسطين. نتمنى أن تزول هذه المظاهر الإرهابية التي تعصف بنا. نتمنى أن يتغير هذا الواقع الذي نمر به، وأن تكون الأمة العربية في وضع أفضل مما هي فيه اليوم.